Don't you worry about that, Skippy. Lady, it's Skipper. My mistake. حلقة النهارده فيها كمية مصطلحات لو بتتفرج على الفيلم ده لوحدك استحالة تعرف الناس دي بتقول ايه. ما تفوتش الحلقة دي ولازم تشوفها للآخر. أنا أحمد يونس ودي قناة English for more fun. القناة اللي بنتفرج فيها على مشهد كامل من فيلم أو مسلسل وبنتعلم منه الإنجليزي المستخدم كل يوم. المشهد اللي معانا ده من فيلم جانجل كروز. هنشوف فيه فرانك وليلي وماجريجر طالعين في رحلة في نهر الأمازون. في الحلقة دي هنعرف حاجات زي مثلا cross-eyed ومصطلح زي on the side أو see eye to eye ومصطلحات وكلمات تانية كتير. هنعرف برضو بعض الفروقات في نطق بعض الكلمات في أمريكا وبريطانيا. هنفهم برضو النكت البايخة اللي هيقولها فرانك في الفيلم. فصلي على النبي، حط لايك للفيديو واشترك ويلا بينا نبدأ بأول جزء في المشهد. أو بالمناسبة عملنا قناة اسمها عالم يونس، اللي حابب يشرفني ويدعمني ويقف جنبي يشترك في القناة دي عشان نوصل ل 1000 مشترك في أقرب وقت ممكن. هتظهر لك فوق دلوقتي. مستني دعم إخواتي، وشكرا لل 115 أخ وأخت اللي اشتركوا في القناة مؤخرا. دعمكم على راسي من فوق. ألف شكر. Hey, McGregor. I had a girlfriend once. She was cross-eyed. Didn't work out. We could never see eye to eye. cross-eyed. cross-eyed دي صفة بوصف بيها شخص عينيه مش بيبصوا في نفس الاتجاه ومعناها أحول. يعني ممكن أقول لك he's a little cross-eyed but you barely notice it. barely يعني بالكاد، و notice يعني يلاحظ. notice. He's a little cross-eyed. هو أحول قليلا but you barely notice it. لكن بالكاد تلاحظها، مش هتلاحظ إنه أحول أوي يعني. He's a little cross-eyed but you barely notice it. طيب ده معنى cross-eyed أحول. طيب إزاي أقول بقى يبقى أحول أو يحول؟ بص المثال ده كده هنعرف منه إيه. Don't cross your eyes like that. You'll go cross-eyed. Don't cross your eyes يعني ما تحولش عينك. زي الولد ما بيعمل كده، مامته بتقوله Don't cross your eyes like that. ما تحولش عينك كده. You'll go cross-eyed. Go cross-eyed يعني يبقى أو يصبح أحول. Don't cross your eyes like that. You'll go cross-eyed. ما تحولش عينك كده هتبقى أحول. يبقى اتعلمنا إزاي استخدم cross-eyed أحول، و cross your eyes تحول عينك، و go cross-eyed يبقى أحول. خلينا نتأكد كده إن الكلام ده صح من الأفلام. I'm afraid your son is cross-eyed. 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 Now slowly cross your eyes. Now slowly cross your eyes. Now slowly cross your eyes. You will go cross-eyed. You will go cross-eyed. You will go cross-eyed. You will go cross-eyed. workout ده فعل مركب ليه معاني كتير. المعنى اللي معانا هنا هو يسير على ما يرام أو الأمور تمشي. يعني ممكن أقول لك I really want our marriage to work out. marriage يعني زواج. I really want our marriage to work out يعني أنا حقا أريد أن يسير زواجنا على ما يرام. أنا بجد عاوز جوازنا ينجح وما نتطلقش في الآخر. I really want our marriage to work out. see eye to eye. see eye to eye ده مصطلح idiom. وبالمناسبة المصطلح أو الإيديوم هو مجموعة كلمات جنب بعض كده تدينا معنى مختلف عن معنى الكلمات اللي في المصطلح. مش فاهم صح؟ نوضح أكتر. مثلا المصطلح اللي معنا هو see eye to eye. see eye to eye. see يعني يرى، و eye يعني عين. الترجمة الحرفية يرى عين لعين. ده المعنى الحرفي للكلمات، إنما هو على بعضه كده كله بيستخدم كمصطلح بمعنى يتفق في الرأي. ففرانك هنا بيقول Hey McGregor. Yeah, McGregor. I had a girlfriend once. I had a girlfriend once. أنا كان مرة عندي حبيبة. She was cross-eyed. She was cross-eyed. هي كانت حولة. It didn't work out. It didn't work out. لم تسر على ما يرام. علاقتي بها كحبيبة يعني ما نجحتش. We could never see eye to eye. We could never see eye to eye. ما قدرناش نتفق في الرأي أبدا. فرانك هنا بيلعب بالكلام، بيقول نكتة. كان عنده حبيبة حولة والعلاقة معاها ما نجحتش. We could never see eye to eye. ما اتفقناش في الرأي. ده المعنى الطبيعي للمصطلح. إنما المعنى الحرفي بقى ما قدرناش نبص لبعض عين لعين أبدا. عشان هي حولة بقى فعينيها باصين لبعض مش باصين عليا. نكتة عنصرية شوية. Hey, McGregor. I had a girlfriend once. She was cross-eyed. Didn't work out. We could never see eye to eye. Hey, McGregor. I had a girlfriend once. She was cross-eyed. Didn't work out. We could never see eye to eye.
النكتة طبعا مسيئة للناس اللي عندهم مشكلة في عينيهم، فبص ليلي هتقول له ايه؟ Oh my god, is that your idea of a joke? That is not funny. A joke يعني نكتة. Oh my god يا إلهي. Is that your idea of a joke? هل دي فكرتك عن النكتة؟ يعني انت شايف ان اللي انت بتقوله ده نكتة؟ بتتريق على الناس اللي عندهم مشاكل في عينيهم؟ That is not funny. طبعا هي نطقها بريطاني فهتقولها كده. That is not funny. مش not no. الأمريكان بيفتحوا ال O شوية. That is not funny. That is not funny. ده مش مضحك. Oh my god, is that your idea of a joke? That is not funny. Oh my god, is that your idea of a joke? That is not funny. فرانك ولا هيهمه اللي قالته وهيكمل النكتة ويقول I'm also quite sure she was seeing somebody on the side. في العامية المصرية ساعات بنقول مثلا كريم ماشي مع البنت دي، أعتقد إنه بيحبها. ماشي مع البنت دي للي مش فاهم العامية المصرية يعني بيواعد البنت دي على علاقة عاطفية معاها. فماشي مع حد دي بالإنجليزي بنقولها seen الحد ده. يعني حتى الممثل اللي هنشوفه ده يسأل البنت ويقول لها Are you seeing anyone؟ هل أنت ماشية مع أي حد؟ هل أنت في علاقة مع أي حد يعني؟ اسمعوا كده. Are you seeing anyone? Are you seeing anyone? Are you seeing anyone? البنت اللي هنسمعها دلوقتي هتقول I wanted to know if Lewis is seeing someone. أردت أن أعرف إذا كان لويس ماشي مع حد، في علاقة مع حد يعني. اسمعها كده. I wanted to know if Lewis is seeing someone. I wanted to know if Lewis is seeing someone. I wanted to know if Lewis is seeing someone. On the side ده مصطلح بيستخدموه دايما لما يكون في حد على علاقة مع حد في السر. يعني عشان المعنى يوضح أكتر ممكن أقولك He has a girlfriend on the side. He has a girlfriend on the side. يعني هو لديه حبيبة في السر. أفهم من الجملة دي إنه متجوز أو في علاقة مع بنت ولكن عنده حبيبة في السر أو على علاقة مع بنت تانية في السر، يعني بيخون مراته. He has a girlfriend on the side. ممكن برضه أقولك She was seeing a guy on the side. يعني هي كانت ماشية مع راجل في السر. عندها زوج أو حبيب يعني ولكن كانت ماشية مع راجل في السر. She was seeing a guy on the side. وعشان نتأكد يلا بينا على أفلام. Maybe she got a man on the side, huh? Maybe she got a man on the side, huh? Maybe she got a man on the side, huh? Maybe she got a man on the side, huh? My boyfriend's seeing this girl on the side. 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 يبقى فرانك هنا بيقول I'm also quite sure. أنا أيضا متأكد جدا. She was seeing somebody on the side. هي كانت ماشية مع حد في السر. هي كانت تواعد شخصا ما في السر. ده المعنى الحقيقي، ولكن المعنى الحرفي معنى كل كلمة هو هي كانت ترى شخصا ما على الجانب. هنا اللعب بالكلام بقى وده مضمون النكتة. الجملة معناها الطبيعي هو أنا برضو متأكد جدا إنها كانت تواعد شخصا ما في السر، ولكن فرانك قصده المعنى الحرفي للجملة عشان يقول النكتة بتاعته، وهو إنها كانت بتبص على حد تاني على الجنب. مش بتبص لي أنا، لأ، ده بتبص لحد تاني عشان هي حولة. وصلت النكتة؟ نكتة كلها عنصرية. I'm also quite sure she was seeing somebody on the side. I'm also quite sure she was seeing somebody on the side. I'm also quite sure she was seeing somebody on the side. I'm also quite sure she was seeing somebody on the side. تعال نكمل كده ونشوف ماكجريجور هيقول له ايه. silly يعني سخيف، نكتة سخيفة. خاف من أخته لما شافته بيضحك على النكتة العنصرية دي. تعال نكمل. McGregor, I think you seem to be taking us off course. We should turn that way. Off course يعني خارج المسار. بنستخدم off course لما حاجة تخرج عن المسار الطبيعي أو المخطط ليها. يعني ممكن أقولك مثلا Our GPS said we were off course. Our GPS said we were off course. يعني جهاز ال GPS بتاعنا قال إننا خارج المسار، ماشيين غلط يعني. Our GPS said we were off course. Turn معناها يلف أو ينعطف. يعني ممكن أقولك مثلا Stay on course, don't turn left. On course يعني على المسار، في المسار الصح، عكس off course. Stay on course, don't turn left. فهي بتقول هنا McGregor, I think you seem to be taking us off course. McGregor, I think you seem to be taking us off course. يا McGregor يبدو أنك تاخدنا خارج المسار. شكلك كده هتخرجنا بره المسار الصحيح اللي احنا ماشيين فيه. We should turn that way.
we should turn that way. يجب أن ننعطف لذلك الطريق. McGregor, I think you seem to be taking us off course. We should turn that way. McGregor, I think you seem to be taking us off course. We should turn that way. بص فرانك هيقول إيه هنا. No, we're good. Stay on course. La Grima de Cristal is that way. No, we're good. No, we're good. لا إحنا تمام. Stay on course. خليك على المسار. Lagrimas de Cristal is that way. Lagrimas de Cristal بهذا الطريق. Lagrimas de Cristal دي جملة أسباني معناها دموع الكريستال. ده اسم المكان اللي هم رايحينه. No, we're good. Stay on course. La Grima de Cristal is that way. No, we're good. Stay on course. La Grima de Cristal is that way. تعال نكمل كده. Frank, He's Frank, fine. I think you're mistaken. Mistaken. Mistaken يعني مخطئ أو غلطان. اسمع كده ازاي بيستخدموها. Think you're mistaken about that, Sam. 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 I'm not mistaken. This is your first sale. I'm not mistaken. This is your first sale. I'm not mistaken. This is your first sale. يبقى ليلي بتقول له فرانك فقال لها he's fine. هو كويس مالكيش دعوة بيه هو ماشي تمام. فقالت له I think you're mistaken. I think you're mistaken. أعتقد إنك مخطئ. Frank, He's Frank, fine. I think you're mistaken. Frank, He's Frank, fine. I think you're mistaken. فرانك هيرد هنا ويقول لها I'm not mistaken. I'm the skipper. The La Grima de Cristal is straight ahead. Stay on course. skipper هو الريس. مش ده رئيس المركب. وخلي بالك ما بقولش القبطان لأن قبطان لها كلمة تانية وهي captain. يبقى الفرق بين skipper و captain هو إن الكابتن ده بيكون معاه شهادات ورخصة رسمية من جهة بحرية عشان يبحر بالسفن العملاقة أو المراكب التجارية الكبيرة. إنما السكيبر ده اللي بنقول عليه بالمصري رئيس المركب. لقب ودي كده وبيتقال على اللي سايق مركب صغير أو لانش بتاع خروجات مثلا أو مركب صيد. ممكن يكون هو صاحب المركب بس مش شرط يكون معاه رتبة أو شهادات أكاديمية كبيرة. عرفت الفرق؟ فهو هنا بيقول لها I'm not mistaken. أنا مش مخطئ. I'm the skipper. أنا رئيس المركب يعني. The Lagrimas de Cristal is straight ahead يعني في الأمام مباشرة. The Lagrimas de Cristal is straight ahead. دموع الكريستال في الأمام مباشرة. مش محتاجين ننعطف بالمركب أو حاجة. وكمل stay on course. ابقى على المسار. خليك ماشي زي ما انت. I'm not mistaken. I'm the skipper. The La Grima de Cristal is straight ahead. Stay on course. I'm not mistaken. I'm the skipper. The La Grima de Cristal is straight ahead. Stay on course. طبعا ليلي مش هتسكت هتقول له Frank, it says on the map that it's passable. Here we have that cliff and exactly that tributary. Frank, it says on the map. Frank بتقول على الخريطة بتقول يعني that it's passable. لو ملاحظ هي فخمت ال A وقالت possible وده نطق بريطاني. الأمريكان بيفتحوا ال A بيقولوا passable. بريطاني أمريكي possible بريطاني passable أمريكي. المهم passable معناها سالك أو يمكن عبوره. فهي بتقول له هنا Frank it says on the map that it's passable. فرانك الخريطة بتقول إنه سالك الطريق ده يمكن عبوره يعني. وبدأت توري له إن اللي على الخريطة موجود هنا اهو. Here we have عندنا هنا that cliff الجرف ده. cliff يعني جرف منحدر صخري غالبا بتلاقيه في البحار أو في مناطق جبلية اسمه cliff and exactly that tributary يعني رافد. يعني ايه رافد أصلا؟ الرافد هو نهر صغير بيغذي نهر كبير زي اللي ظهر في الصورة ورا الكائن ده كده. ولو ملاحظ إنها قالت tributary وده نطق بريطاني إنما النطق الأمريكي بيقولوها tributary. المقطع الأخير ده airy الأمريكان دايما بيطولوا فيه airy زي مثلا military عسكري dictionary قاموس. في بريطانيا بيخطفوا المقطع الأخير ده ويقولوه military خطفوه بدل ما يقولوا military قالوا military dictionary tributary وهكذا. الأمريكي airy البريطاني يخطفها على طول يبقى كده بتقول Frank it says on the map that it's passable. فرانك الخريطة بتقول إنه يمكن عبوره الطريق ده عادي ممكن نعدي فيه. وكملت Here we have that cliff هنا عندنا الجرف ده and exactly that tributary وتماما الرافد ده. الجرف والرافد بالظبط موجودين هنا اهو
زي اللي في الخريطة. Frank, it says on the map that it's passable. Here we have that cliff and exactly that tributary. Frank, it says on the map that it's passable. Here we have that cliff and exactly that tributary. هتكمل هنا وتقول We can save 2 days going this way. We cannot go that way. We have to go that way. We can save 2 days going this way. We can save 2 days going this way. ممكن نوفر يومين بالذهاب لهذا الطريق. فرد وقال لها We cannot go that way. We cannot go that way. لا يمكننا الذهاب من ذلك الطريق. We have to go that way. We have to go that way. المفروض نذهب من ذلك الطريق. We can save 2 days going this way. We cannot go that way. We have to go that way. We can save 2 days going this way. We cannot go that way. We have to go that way. هيكمل ويقول هنا The Gnima Street Casella is that way. We go that way, it's rapids. You ever been down the rapids? Rapids. Rapids هي المنحدرات النهرية اللي حضرتك شايفها دي. You ever been دي اللي هي have you ever been، ودي اللي بنقولها بالعربي هل عمرك عملت كذا؟ يعني مثلا have you ever been to London؟ هل عمرك رحت لندن؟ Have you ever been to London؟ أو ممكن أقول لك Have you ever been in a situation like this؟ Have you ever been in a situation like this؟ هل عمرك كنت في موقف زي ده؟ Have you ever been in a situation like this؟ أو Have you ever been on a boat؟ هل عمرك كنت على مركب؟ هل عمرك ركبت مركب يعني؟ Have you ever been on a boat؟ أو Have you ever been down the rapids؟ هل عمرك عديت أو نزلت في المنحدرات النهرية؟ down هنا بتعبر عن نزوله المنحدرات، يعني من فوق لتحت نزلة تجري بيه، فdown هنا بتعبر عن النزول. Have you ever been down the rapids؟ هل عمرك نزلت في المنحدرات النهرية؟ لو ملاحظ في الأربع جمل قلت لك هل عمرك عملت كذا؟ هل عمرك رحت لندن؟ هل عمرك كنت في موقف زي ده؟ هل عمرك ركبت مركب؟ هل عمرك عديت أو نزلت في المنحدرات النهرية؟ طيب احنا في كلامنا العادي في الشارع ممكن أشيل كلمة هل دي وأحسسك إني بسأل وأقول لك عمرك رحت لندن؟ عمرك كنت في موقف زي ده؟ عمرك ركبت مركب؟ عمرك نزلت في المنحدرات النهرية؟ مش احنا ساعات بنتكلم كده، ساعات أحسسك إني بسألك من غير ما أقول هل. إذا نفس الموضوع في الإنجليزي، أقدر أشيل have اللي هي هل هنا وأقول لك you ever been to London؟ عمرك رحت لندن؟ You ever been in a situation like this? You ever been on a boat? You ever been down the rapids? عمرك نزلت منحدرات قبل كده؟ تعال نتأكد كده. You ever been to France? 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 You ever been in a car like this? 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 You ever been on a plane? 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 يبقى فرانك هنا بيقول لها Lágrimas de cristal is that way. دموع الكريستال في ذلك الطريق. We go that way. نروح الطريق ده. It's rapid. منحدرات نهرية. لو احنا في الطريق ده في منحدرات نهرية. وسألها You ever been down the rapids? You ever been down the rapids? عمرك نزلتي أو عديتي منحدرات نهرية؟ كان ممكن برضو يقول لها عادي جدا Have you ever been down the rapids؟ هل نزلتي منحدرات نهرية؟ لو ملاحظ هتلاقي فرانك نطق rapids هنا وقالها It's rapid. ده لأن لسانه ملحقش ينقل بين صوت الدا والتس تس، ملحقش ينقل بينهم فطلع صوت الج. It's rapid. بدل ما يقول It's rapids قالها It's rapid. ولو مش مصدق إنك ممكن ما تلحقش تنقل بين الصوتين دول، هقول لك كلمة زي birds. إحنا بننطقها عادي جدا birds وواخدين راحتنا فيها، ولكن بص البنت دي مش هتلحق تنقل بين الصوتين وهتقولها ازاي. عاوزك تركز على كلمة birds بس birds. All the birds from the neighborhood, 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 all the birds from the neighborhood. تمام، تعال نسمع فرانك تاني كده. The Gnima Street Casella is that way. We go that way, it's rapids. You ever been down the rapids? The Gnima Street Casella is that way. We go that way, it's rapids. You ever been down the rapids? بص ليلي العنيدة هتقول له ايه؟ No, but I presume that you have, which is why I hired you. presume دي كلمة رسمية شوية، بتستخدم في السياقات الرسمية أكتر بمعنى يفترض. اسمع كده بيستخدموها ازاي؟ I'm gonna presume that this mission failed. I'm gonna presume that this mission failed. I'm gonna presume that this mission failed. On some level, I just presume that he was cheating on my mom. On some level, I just presume that he was cheating on my mom. On some level, I just presume that he was cheating on my mom. hired الماضي بتاع hire واللي معناها يعين أو يوظف. طيب عشان نفهم اللي قالته ده نرجع خطوة لورا.
فرانك قال لها ايه؟ You ever been down the rapids? You ever been down the rapids؟ اللي هي أصلا Have you ever been down the rapids؟ هل عمرك نزلت المنحدرات النهرية؟ فهي ردت هنا وقالت No. لا أنا منزلتش المنحدرات النهرية دي قبل كده. But I presume that you have. ولكني أفترض إنك نزلتها. But I presume that you have إيه؟ That you have been down the rapids. أنا ما عدتهاش أو ما نزلتش في المنحدرات دي قبل كده، ولكن أفترض إنك نزلتها وعديت فيها قبل كده. فقال لها Yes. أيوة أنا فعلا نزلت المنحدرات دي قبل كده. فقالت له Which is why I hired you. Which is why I hired you. لهذا السبب عينتك. عشان كده أنا أعطيتك الوظيفة دي لأنك عندك خبرة في النهر ده وعديت في المنحدرات بتاعته وكده. No, but I presume that you have, which is why I hired you. No, but I presume that you have, which is why I hired you. هتكمل وتقول له هنا So just turn that way to the right, starboard, whatever you call it. انت عارف ان right معناها يمين و left يعني يسار، ولكن لما الموضوع يتعلق بالملاحة زي مثلا انت واقف في طيارة او سفينة، لما مثلا اقول لك احود يمين، هنا انت هتفهم انهي يمين بالظبط. هل يمينك انت وانت باصص قدام في السفينة، ولا وانت باصص لجنب السفينة، ولا وانت باصص ورا؟ انهي يمين بالظبط؟ فعشان ما يتلخبطوش ما بيقولوش right او left في البحر او الجو، بيقولك حاجة تانية زي starboard. starboard دي معناها ميمنة أو يمين، ولكن مش أي يمين، يمين السفينة أو يمين الطيار وانت باصص للمقدمة، وانت باصص لمقدمة السفينة أو الطيارة. ولو ملاحظ نطقناها starboard starboard، وما بنطولش في الجزء التاني من الكلمة، ما بنقولش board زي ما ليلي قالتها، ده نطق بريطاني. الأمريكان بيقولوا starboard starboard يعني ميمنة أو الجانب اليمين. طيب عكسها إيه بقى؟ عكسها port ميسرة أو الجانب اليسار. حتى اسمع كده عشان تتأكد. Did we turn to starboard, quarter port? 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 يبقى ليلي بتقول له so just turn that way، فقط إن عاطف في ذلك الطريق، إن عاطف في الاتجاه ده to the right starboard لليمين أو ميمنة whatever you call it whatever you call it أيا كان بتسميها يمين أو ميمنة مش مهم، المهم تنعطف للاتجاه ده. اسمعها تاني كده. So just turn that way to the right, starboard, whatever you call it. So just turn that way to the right, starboard, whatever you call it. بص بقى هيبدأوا يتخانقوا مع بعض. I'm not the one who can't swim, Pants. Well, don't you worry about that, Skippy. swim طبعا انت عارف ان معناها يسبح او يعوم. ففرانك بيقول لها I'm not the one who can't swim, Pants. I'm not the one who can't swim, Pants. أنا لست الشخص الذي لا يستطيع أن يسبح. يا pants طبعا pants يعني بنطلون. هو مطلع عليها الاسم ده بيتريق عليها لأنها لابسة بنطلون، لأن الفيلم ده بتدور أحداثه زمان مش دلوقتي، وزمان ما كانش مقبول إن الست تلبس بنطلون، كانوا بيلبسوا فساتين أو جيبة. دلوقتي الدنيا باظت، الرجالة بقت تلبس فساتين وستات بقت تلبس بناطيل، حد لعب في إعدادات الكوكب. المهم فرانك بيقول لها I'm not the one who can't swim, Pants. I'm not the one who can't swim, Pants. مش أنا اللي ما بعرفش أعوم يا Pants، أنت اللي ما بتعرفيش تعومي، ولو نزلنا المنحدرات دي ممكن تغرقي. فقالت له Well, don't you worry about that, Skippy. ما تقلقش انت على ده يا Skippy. ايه Skippy دي بقى؟ في الانجليزي ساعات لما بنحب نخفف الكلمة كده ونخليها لطيفة وممكن طفل يستخدمها، ساعات بنزود صوت الإي، زي مثلا كلمة mom. لو عاوز أدلع الكلمة دي أكتر وأخليها لطيفة وفيها طفولة أكتر كده، ممكن أقولك mommy. صح، حتى احنا بالعربي بنقول ماما ومامي. مامي ممكن طفل يقولها، مفيش راجل كبير مثلا يقولك أنا كنت عند مامي من شوية. مفيش حد بيقول كده. فمامي دي بتاعت الأطفال شوية، ممكن البنات يقولوها. إذا أفهم من كده إن لما بضيف صوت الإي ده بيخلي الكلام طفولي شوية. فهي حولت سكيبر اللي هي شغلة رئيس مركب، حاجة ليها هيبة كده، لسكيبي، بتسخر منه يعني وبتقلل من هيبته كرئيس المركب. I'm not the one who can't swim, Pants. Well, don't you worry about that, Skippy. I'm not the one who can't swim, Pants. Well, don't you worry about that, Skippy. حتى شوف فرانك هيتضايق ازاي انها قالت له سكيبي وقللت منه كرئيس للمركب. Lady, it's Skipper. My mistake. اهو قال لها lady يا سيدة it's skipper، انها skipper.
بنقولها skipper مش skippy. فقالت له my mistake غلطتي، حقك عليا أنا غلطانة. وطبعا قالتها بطريقة مستفزة، هي مش بتعتذر، لا دي مستفزة، بتقول له معلش الحق عليا، على أساس يعني إني مش قصدي أقول لك إنك skippy. Lady, it's Skipper. My mistake. Lady, it's Skipper. My mistake. بص هيبص لأخوها إزاي كأنه عاوز يقول له أختك دي رخمة قوي. تعال نكمل. We're gonna anchor here for the night. Can't we make good time in the dark? Look, we can just keep going. anchor يعني يرسى. يعني مثلا ممكن أقول لك the boat anchored near the shore. near يعني بالقرب من، shore يعني شاطئ. هتقولي ايه الفرق بينها وبين beach هو الشاطئ اللي بنروح نصيف عليه، بيكون فيه رملة وكده. إنما shore نقصد بيه الشط أو خط التقاء المية بالأرض. The boat anchored near the shore يعني القارب رسى بالقرب من الشاطئ. وعلى فكرة كلمة anchor ممكن استخدمها كاسم بمعنى البتاع ده اللي بنرميه في المية عشان السفينة أو المركب تقف. في مصر بنقول عليه الحلب أو المرساة. اسمع كده ممكن نستخدموها ازاي؟ Remember to drop the anchor, okay? 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 make good time ده مصطلح بيستخدم في السفر أو الحركة من مكان لمكان، بمعنى يقطع مسافة جيدة في وقت قليل. يعني ممكن أقول لك مثلا Despite the rain, we made good time and arrived an hour early. Despite the rain بالرغم من المطر we made good time قطعنا مسافة جيدة في وقت قليل and arrived an hour early ووصلنا ساعة بدري. Despite the rain we made good time and arrived an hour early. تعال نتأكد كده. The roads were clear so I made good time. The roads were clear so I made good time. The roads were clear so I made good time. The roads were clear so I made good time. In the dark يعني في الظلام. يعني مثلا ممكن أقول لك Cats can see much better than humans in the dark. يعني القطط تقدر تشوف أفضل بكتير من البشر في الظلام. Cats can see much better than humans in the dark. يبقى فرانك قال We're gonna anchor here for the night. We're gonna anchor here for the night. يعني احنا هنرسي هنا الليلة. فليلي مستعجلة قالت له Can't we make good time in the dark? Can't we make good time in the dark؟ ألا نستطيع أن نقطع مسافة جيدة في الظلام؟ مش ممكن بالليل كده ننجز في الطريق في وقت قليل؟ وكملت Look, we can just keep going. بص احنا ممكن بس نستمر نفضل ماشيين يعني. We're gonna anchor here for the night. Can't we make good time in the dark? Look, we can just keep going. We're gonna anchor here for the night. Can't we make good time in the dark? Look, we can just keep going. We're gonna anchor here for the night. Can't we make good time in the dark? Look, we can just keep going. فرانك هيرد هنا ويقول لها No, not unless you want the engine to overheat. unless دي اللي هي بنقولها إلا إذا. يعني ممكن نقول مثلا Don't open the door unless I tell you. Don't open the door unless I tell you. يعني لا تفتحي الباب إلا إذا أخبرتك. Don't open the door unless I tell you. حلو؟ طيب overheat معناها يسخن زيادة عن اللزوم. شوف كده. How does a car overheat in the winter? 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 Your car overheated and ruined your engine. Your car overheated and ruined your engine. Your car overheated and ruined your engine. يبقى هي كانت بتقول له بص احنا ممكن بس نستمر نفضل ماشيين. فقال لها هنا no لا not unless you want the engine to overheat. Not unless you want the engine to overheat. ليس إلا إذا كنت عاوزة المحرك يسخن زيادة عن اللزوم فيبوظ مننا. No, not unless you want the engine to overheat. No, not unless you want the engine to overheat. بص بقى هنا هتحاول تستفزه تاني. I tell you what, Skippy, after this day I could really do with that luxurious bath of yours. Is it down there? I tell you what دي عبارة دارجة بنستخدمها لما نقدم اقتراح أو فكرة أو لجذب الانتباه قبل ما نقول حاجة مهمة، اللي هي بالعربي بقول لك إيه في كذا كذا عاوز أتكلم معاك فيه. بقول لك إيه I tell you what. اسمع كده. I tell you what, why don't you call your mom and you ask her if you can wear that? I tell you what, why don't you call your mom and you ask her if you can wear that? I tell you what, why don't you call your mom and you ask her if you can wear that? I tell you what, let's meet face to face.
let's meet face to face. I tell you what, let's meet face to face. I tell you what, let's meet face to face. could do with شيء معين ده تعبير بريطاني نادرا ما تسمع أمريكي بيقوله ولكن بيفهموه عادي. في الأول وفي الآخر ده إنجليزي. المهم could do with شيء معين معناها يحتاج الشيء ده في حاجة للشيء ده. يعني مثلا الممثلة البريطانية اللي هنسمعها دي هتقول I could do with a cup of tea. I could do with a cup of tea. يعني أنا أحتاج كوب من الشاي. اسمعها كده. I could do with a cup of tea. I could do with a cup of tea. luxurious. luxurious يعني فاخر أو فخم. ممكن أقول لك مثلا She lives in a luxurious house. يعني هي تعيش في بيت فاخر. عايشة في بيت فخم يعني. She lives in a luxurious house. bath. bath هو ده البانيو أو حوض الاستحمام. تقدر تقول عليه bath أو bathtub. bathtub الاتنين واحد. إذن ليلي بتقول I tell you what Skippy. بقول لك إيه يا Skippy. After this day. بعد اليوم ده. نطق أمريكي after مش after بنفتحها. After this day. بعد اليوم ده. I could really do with that luxurious bath of yours. I could really do with that luxurious bath of yours. أنا أحتاج جدا حوض الاستحمام الفاخر بتاعك ده. وكملت Is it down there. هل هو تحت في الجزء السفلي من المركب يعني؟ هنلاحظ برضو هنا إنها فخمت حرف ال A في bath وقالت bath. خلينا فاكرين دايما الأمريكي بيفتح ال A. bath. I tell you what, Skippy, after this day I could really do with that luxurious bath of yours. Is it, down there? I tell you what, Skippy, after this day I could really do with that luxurious bath of yours. Is it, down there? بص بقى فرانك هيصدمها ويقول لها إيه؟ No, there's no bath down there, Pants. What? No, the bath is out there. No, there's no bath down there, pants. No, there's no bath down there, pants. لا يوجد حوض استحمام تحت يا pants. فاتفاجئت وقالت what؟ إيه؟ فقال لها No, the bath is out there. No, the bath is out there. لا البانيو برا هنا. هنلاحظ إن فرانك خطف there is وقالها there's no bath down there, pants. اسمعوا كده. No, there's no bath down there, Pants. What? No, the bath is out there. No, there's no bath down there, Pants. What? No, the bath is out there. هيكمل هنا ويقول لها That's the bath. 4,300 miles of luxurious bath. I also warmed it a little bit for you earlier. الرقم ده الأمريكان ممكن ينطقوه بطريقتين. ممكن يقول لك زي ما فرانك قال لك 4,300 43,100 اللي هم يعني 4,300 ودي الطريقة الأكثر استخداما. أو يقول لك 4,300 4,300. طيب warmed الماضي بتاع warm يعني يدفي. بيقول لها هنا that's the bath. هو ده حوض الاستحمام. 4,300 miles of luxurious bath. 4,300 miles of luxurious bath. 4,300 ميل من حوض الاستحمام الفاخر. قصده يعني ما عندوش بانيو تحت في المركب. البانيو اللي قال عليه قبل كده كان يقصد بيه النهر كله. هو ما عندوش بانيو. وكمل I also warmed it a little bit for you earlier. I also warmed it a little bit. أنا أيضا دفيته شوية for you earlier. عشانك في وقت سابق. أنا كمان دفيته شوية عشانك في وقت سابق. دفاه ازاي يعني عمل فيه حمام. That's the bath. 4,300 miles of luxurious bath. I also warmed it a little bit for you earlier. هو طبعا متنرفز عشان هي بتقول له سكيبي. Oh, and I know you don't know how to swim, so if you happen to drown out there, go ahead and use the soap to wash yourself ashore. طبعا حضرتك مش فاهم حاجة هنا لأنه برضو قال نكتة ولعب بالكلام. ما تقلقش هنفصصها وهنعرف كل حاجة. انت عارف ان swim لسه قايلين عنها من شوية يعوم أو يسبح. happen to كنا أخدناها قبل كده وقلت لك إن معناها يصادف أو يحدث بالصدفة. و drown معناها يغرق. drown. فهو بيقول لها oh and I know وأنا عارف you don't know how to swim. انتي ما بتعرفيش ازاي تعومي. أنا عارف إنك ما بتعرفيش تعومي. So if you happen to drown out there إذا لو حدث بالصدفة وغرقت هناك go ahead and use the soap. go ahead اتفضلي
go ahead and use the soap. اتفضلي واستخدمي الصابون to wash yourself. to wash yourself لتغسلي نفسك. wash معناها يغسل. بقولك مثلا wash your hands with soap. اغسل يديك بالصابون. إذن wash معناها يغسل. إنما wash حاجة ashore دي معناها يجرف الحاجة دي للشاطئ. يعني عشان نتأكد البنت دي هتقول للحوت اللي قدامها The tsunami wave washed you ashore too. The tsunami wave موجة التسونامي. طبعا عارفين يعني ايه موجة تسونامي. فبتقول The tsunami wave washed you ashore too. يعني موجة التسونامي جرفتك للشاطئ أيضا. اسمعها كده. The tsunami wave washed you ashore too. The tsunami wave washed you ashore too. حلو. النكتة بقى فين عشان أنا لسه مش فاهم. اللعبة بالكلام كله في كلمة wash. wash yourself يعني اغسلي نفسك. هو بيقول لها Oh I know you don't know how to swim. أنا عارف إن أنتي ما بتعرفيش تعومي. So if you happen to drown out there. So if you happen to drown out there. فلو حصل بالصدفة وغرقتي هناك go ahead and use a soap. اتفضلي واستخدمي الصابون to wash yourself ashore. To wash yourself ashore لتجرفي نفسك للشاطئ. بدل ما يقول لها استخدمي الصابون عشان تغسلي نفسك مع انها هتكون غرقانة في الوقت ده، قال لها استخدمي الصابون عشان لعل رغوة الصابون او عملية الغسيل تجرف جثتك الى الشاطئ. نكتة سودة قوي يقصد بيها اهانتها لانها مدللة وبتطلب رفاهية غير موجودة في الظروف الحالية. ازاي يعني عايزة بني وفاخر في الظروف اللي احنا فيها دي؟ Oh, and I know you don't know how to swim, so if you happen to drown out there, go ahead and use the soap to wash yourself ashore. ده كان مشهد النهارده. لو في اي حاجه عاوز تقولها لي التعليقات عندك تحت، ان شاء الله بقراها كلها. ما تنساش بقى تزور قناه عالم يونس وتشترك عشان ان شاء الله نوصل ل 1000 مشترك. كل الحب والتقدير لاخواتنا اللي اشتركوا، وباذن الله الفيديوهات تعجبكم وتعرفنا ولو حاجه بسيطه عن عظمه خلق الله عز وجل. تقدر تدخل على القناه من العلامه اللي هتظهر لك دلوقتي، او لو حابب تفيد القناه اكتر ممكن تبحث عنها، اكتب عالم يونس وباذن الله هتظهر لك. يلا مش عاوز اطول عليك، هسيبك هنا واشوفك باذن الله في الحلقه الجايه بمشهد جديد. شكرا للمشاهده والسلام عليكم. Subscribe.